اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. يا رب، كل سر مكشوف لديك وكل عيب لا يخفى عليك. ما أعظم شأنك وما أجمل ما نرى من واسع ملكك. يا رب، اجعل القرآن العظيم ملجأنا ودواءنا، واجعل حسن ظننا بك شفاءنا، فأنت ثقتنا ورجاؤنا. اللهم استرنا على وجه الأرض وارحمنا في بطن الأرض. اللهم اغفر لنا حين نقوم أمامك غدا يوم العرض. يا قريبا غير بعيد، يا صاحب كل وحيد، أخرجنا من كل ضيق إلى أوسع طريق، فأنت عوننا على دفع كل ما لا نطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي يا صحبة الجنة؟ ربنا يدومكم نعمة على قلبي، اللهم امين. يلا زي ما احنا متعودين في كل فيديو اول ما بندخل الفيديو بنزرع نخلة في الجنة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ويلا فنجان قهوة كده في ايديكي تدخلي بيه على المطبخ تفوقي وتروقي. وتعالي بقى لو عندك نص كيلو بس من الكبد والقوانص هنعمل بيهم بجد وليمة، وجبة اقتصادية جدا يا بنات. هنعمل الايام الجاية كلها اكلات موفرة باذن واحد احد. هتجيبي نص كيلو من الكبد والقوانص، او لو حتى كم كبده وكم قونصه انت محوشاهم عندك في الفريزر من كل فرخه او كده، اي حاجه عندك مشي نفسك ووفري ودبري. هتبتدي تقطعي كل واحده 2 بس، مش عايزينها قطع صغيره، احنا عايزينها قطع كبيره. وطبعا عملناها بايه؟ غسلناها كويس جدا وحطينا عليها عصره من الليمون وشويه دقيق كده، وبقت زي الفل، لا فيها ريحه زفاره ولا اي حاجه ابدا، وريحتها جميله قمر القمر. هنعمل ايه يا هنا النهارده؟ هنعمل وصفه ما شاء الله تبارك الله يا بنات، جميلة جدا جدا، وما شاء الله بتربي معاكي كتير كمية كبيرة، وفي نفس الوقت هتفرحي ولادك وهتأكليهم وتشبعيهم، وده كله بفضل بركة ربنا علينا. البركة بنجيبها منين يا هنا؟ بنجيبها من صلاتنا الصباحية ومن دعائنا التحصيني يا بنات. وأهم حاجة طول ما أذكارك ملازماكي، طول ما بركة ربنا معاكي. أهم حاجة وطول ما أنت بتعملي وصفتك يبقى لسانك ذاكر ذاكر ذاكر. كده ركننا على جنب الكبد والقوانص اللي مغسولة كويس ومتنضفة وريحتها زي الفل، وقطعناها نصين. ويلا بقى هاتي كم بطاطسايه وكم بصلايه وكم قرن فلفل، هنقطعهم زي ما انت شايفه شرايح صغيره كده، وكملي معايا الوصفه. يلا هي كلها كام دقيقه كده وتلاقي الوصفه ما شاء الله بانت معاكي وبقت قمر القمر. وما شاء الله لو كنتي وصلتي لحد هنا يلا بالله عليكي اديني لايك كده قمر. اللايك بيرفع الفيديو جزاكم الله خيرا، مش هيخسرك حاجه لكن هيخلي غيرك يستفيد من الوصفه. وطبعا كلكم عارفين الدل على الخير كفاعله، لو في حد اخذ الوصفه واستفاد منها ووفر في ظل الايام الصعبه اللي احنا فيها، يبقى انتوا هتاخدوا اجر معانا ان شاء الله. شويه من الفلفل الاسود وشويه من الملح، ويلا بقى ندعك كل الحاجات دي عشان ريحه البصل تظهر كده ويبقى قمر القمر، ويخلوا وصفتنا تروح في حته تانية خالص. طبعا يا بنات عايزين دايما نفتكر ان لساننا يكون ذاكر في كل وقت احنا بنعمل فيه اي حاجه، كل حاجه اي حاجه وكل حاجه خلي لسانك ذاكر، هتلاقي بركه ربنا سابقاكي في كل حاجه بتعمليها. يلا نقلنا البصل في الصينيه التانية، ويلا نقطع بقى البطاطس. انا عايزه اقطعها شرايح رفيعه شويه، لان انتوا عارفين ان الكبد والقوانص مش هتاخد وقت في السوى ابدا ابدا. فاحنا بقى نعمل ايه؟ بنعمل البطاطس شرايح رفيعه علشان تطيب معانا بسرعه، وما شاء الله هتشوفوها مش هتاخد وقت ابدا ابدا، وهتشوفوا شكلها روعه. انتوا اكيد شفتوها في التقديم، حاجه كده قمر القمر. محدش هيصدق ان انت عامله الصينيه الكامله دي والجمال ده كله بشويه كبد وقوانص موجودين عندك في الفريزر او حتى جبتيهم. يلا كمان بقى ايه؟ هنحط دلوقتي البصل ونقطع كم قرن فلفل. ودايما طول ما انت بتعملي الاكل بتاعك قول اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وآل سيدنا ابراهيم، وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وآل سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. استغفري ربنا كتير كتير واحمدي ربنا اكتر واكتر على النعم اللي عندك. غيرك ما عندوش حبتين بطاطس دول، غيرك ما عندوش شويه البصل دول، البصل بقى غالي وكل حاجه بقت غاليه. دايما نقول ربنا يرحمنا برحمته. اللهم انا نسألك البركة يا ارحم الراحمين. اللهم اكثر في مالي وولدي وبارك لي فيما اعطيتني. كده قلبنا البطاطس مع البصل والفلفل الاسود والحاجات دي، ويلا بقى بينا ننزل بالكبد والقوانص زي ما انتم شايفين، وهنديها برده كله مع بعضه تقليبه تقليبه، بحيث كل البصل والبهارات اللي حطيناها الفلفل الاسود يعني والملح يتغلغل كده جوه الحاجات دي كلها، وما شاء الله كله يتشرب من كله. ولما تيجي كمان تسويها
عليها ده هيشرب من ده، وهتبقى صينيه قمر القمر. انت هتعملي ايه يا هنا؟ انا هحطها الاول في صينيه المونيا يا بنات، علشان ايه؟ انا بصراحه ما كانش عندي وقت، انا لسه راجعه من الشغل وما عنديش وقت ان انا استنى لما البايركس يستوي في الفرن تحت، هياخد طبعا وقت زياده. قطعه من التوب كانت موجوده عندي في الفريزر، طلعتها بسرعه كده زي ما انتم شايفين، وكم شريحه جزر برضو طلعتهم من الفريزر. دايما التفريزات بتنفعك في وقت زي ده، سواء كنت ست بيت وصحيتي متاخره، او سواء ست موظفه وراجعه من شغل برضو متاخر. خلاص تمام تمام. فانا بقول لكم اعملها في الصينيه الالومنيا، لان ناوي ياخد غلوتين 3 فوق الاول، وبعد كده اكمل سواها تحت. دي طبعا شفشق من الطماطم، انا حطيت شويه من الزيت ونزلت عليهم بالطماطم وملحتهم زي ما انتم شايفين، علشان برضو ينجز معايا في الوقت. خليت الصلصه بتغلي على ما قطعت الخضار والحاجات دي، فما شاء الله هتنزل، مش هتاخد مني وقت الصينيه وتستوي. فما شاء الله كل ده بينجز معاكي في الوقت. خلي دماغك كده شغاله كده وظبطي الدنيا. نص كوبايه من الميه مع شفشق الطماطم، علشان يعني يبقى في صوص كده، والبطاطس والكبد والقوانص يستووا معايا كويس كده ويدخلوا جوا بعض. يلا تقليبه تمام التمام زي ما انتم شايفين. ما شاء الله تبارك الله، قمر القمر يا بنات. في اضافه خليكي معايا عشان تشوفيها، هتفرق مع اي حاجه بتعمليها فيها بطاطس. اي حاجه فيها بطاطس خديها مني قاعده، لازم تحطيها معاها، سواء بطاطس مطبوخه، سواء بطاطس صينيه، سواء بطاطس بالطريقه اللي انتم شايفينها دي، لازم تحطيها على طول. دي اهم حاجه. السبع بهارات، انا حطيت السبع بهارات دولت. واللي عايز يعرف السبع بهارات يقول لي طيب، وانا اقول لكم في فيديو كده كامل اعمل لكم خلطه السبع بهارات، لانها فعلا بتفرق في اي اكله بتحطيها. كل اكله بتحطي فيها الخلطه دي بتديها طعم حلو قوي. بس مش قصدي على دي، لا، انا قصدي على حاجه تانية هتشوفوها دلوقتي، اللي هي صاحبه البطاطس او رفيقه البطاطس او اختها، القرفه الخشب يا بنات. تحطي كده كام حته في كل ناحيه كده، بيفرق في طعم البطاطس مليون درجه، وهيخلي البطاطس بتاعتك تروح في حته تانية خالص. حطينا برضو حبه من الزيت عليهم، وهو ما شاء الله شوفوا بدات تغلي زي ما انتم شايفين معايا بالطريقه دي، غلوتين 3 4، وبعد كده هقلبها في البايركس وادخلها بقى الفرن تعيش حياتها من تحت ومن فوق، وتاخد وش قمر القمر. طيب الوصفه القمر دي هنحتاج ايه معاها يا هنا؟ هنحتاج معاها شويه رز بالشعريه، انما قمر القمر برضو هنحط شويه من الزيت وقطعه من الزبده، ونبتدي نحمر الشعريه ونعمل الرز. واحنا بنعمل كل ده بنعمل ايه يا بنات؟ بنذكر برضو ربنا. ايوه يا بنات، خليكوا دايما كده. خلينا نقول اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الله الله ربي لا اشرك به شيئا. تعالوا بقى على ما نعمل وصفتنا، لان بصراحه دي مش محتاجه شرح. رز بشعريه كلنا عارفينه، فايه نقول ايه؟ نعطر الفيديو بتاعنا بذكر كده وبدعوه بظهر الغيب لاخواتنا يا رب العالمين. اللهم بارك في عمر امي هي وجميع امهات المسلمين، وارحم ابويا واغفر له هو وجميع اموات المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم امين. اللهم ارزق كل مشتاق الذريه الصالحه. حبيبتي ام محمد من السعوديه وردين، ربنا يرزقكم الذريه عاجلا غير اجل يا رب العالمين. اللهم فك كرب كل مكروب وسد دين كل مديون. طبعا حبيبتي ام محمد من السعوديه يا بنات، عايزين كلنا نقول لها البقاء لله. والدها توفى، ربنا يرحمه ويغفر له يا رب، ويجعل قبره روضه من رياض الجنة، اللهم امين. وربنا يكبر كسرك في والدك يا حبيبتي يا رب، ويرزقكم الصبر ويرزقكم الصبر باذن الله، ويهون عليكم فراقه ان شاء الله يا حبيبتي. ونحسبه على الله باذن الله بصبره على المرض، ان شاء الله نحسبه على الله رافع درجه ليه باذن واحد احد. هو كان تعبان فتره طويله حبيبي، ربنا يا رب يعني يجعله في ميزان حسناته ورافع درجه ليه في الجنه ان شاء الله. كلنا نقول البقاء لله لحبيبتي ام محمد، ربنا يبارك لها. هي من معايا من القناه الاولانيه، ربنا يبارك لك يا حبيبتي، اختي ربنا يديمنا اخوات طول العمر، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا حطينا الشعريه لونها بقى ذهبي كده زي ما انتم شايفين، وهننزل بالرز. وزي ما متعودين التكايه والحركه انك تفضلي تقلبي في الرز شويه كتير لحد ما يكلكع منك كده شويه. بكده هتحسي ان الرز بتاعك بيطلع مفلفل وقمر القمر. مش اول ما تقلبي تقلبتين تحطي الميه، لا لا، ظبطي، استني كده واصبري على حاجتك واعمليها بتأني كده، وانت حاجتك هتطلع ايه ما شاء الله. ايه ده يا هنا؟ دي بصراحة اول مرة اعملها يا بنات، مش هكدب عليكم، لكن خلت الرز الولاد لوحدهم، مش انا، حتى الولاد الصغيرين لاحظوا الفرق. حطيت كم حبة ورق لورا زي ما انتم شايفين، وحبتين من الحبهان. الرز يا بنات والله فعلا طعمه اختلف، جميل جميل جدا. اللي بقول لكم الولاد الصغيرين لاحظوا، تخيلي لما الولاد الصغيرين اللي بياكلوا لاحظوا ان
ان رز بيقول يا ماما الرز المره دي مختلف وطعمه حلو قوي، فجربوا كده وشوفوا وان شاء الله يعجبكم باذن الله وتدعوا لي كده. ويلا بما انكم معايا على طول دايما، وبرحب كل مره بكل الناس اللي موجودين معايا جداد، وجودكم على راسي من فوق، واخواتي اللي موجودين معايا ربنا يديمكم نعمه في حياتي اللهم امين. عايزاكم تشجعوني كده، واي حد يشوف القناه لاول مره وتعجبه انزلي اشتركي يا قمرايه، واضغطي على كلمه الاشتراك اللي باللون الاحمر، وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصل كل الجديد يا ست الكل. وباذن الله لما تبقي معانا اي ما يجيلك اشعار بالفيديو تدخلي تشوفيه كده وتحطي لي لايك. اللايكات يا بنات مش هتخسركم، ومين اللي موجوده لحد دلوقتي وما حطيتش لايك؟ اللايك بيرفع الفيديو، جزاكم الله خيرا. ربنا يبارك لكم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. ويبارك لاولادنا في امتحاناتهم يا رب، ندعي لهم كلهم ربنا يسهل لهم امورهم ونفرح بنتائجهم اللهم امين يا رب العالمين. هنزود الرز زي ما انتم شايفين يا بنات، بحيث انه بس الميه تغطي الرز من فوق زي ما انتم شايفين كده. واول ما ياخد غلوه وتحس انه بدا يتشرب الميه، وطي بقى النار عليه شمعه كده وسيبيه يعيش حياته. يلا ما شاء الله. وادي الصينيه بتاعتنا اهي زي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله. قلبت الصينيه في البايركس زي ما انتم شايفين، والرز كده ما شاء الله ختم اهو. وطيت عليه النار خالص وخليته بقى يعيش حياته كده مع نفسه ما شاء الله تبارك الله. وادي وصفتنا اهوت، الرز بشعريه مفلفل وجميل وقمر القمر. والصينيه شوفوا وشها وشكلها بيتكلم عن نفسه، حاجه كده شغل مطاعم يا جماعه. الولاد هيصوا واتظبطوا بشويه كبد وقوانص. عايزين نحاول نتغلب كده على الغلاء ده برحمه ربنا وبركاته اللي معانا، بكل ما طول ما اذكارك ملازماكي طول ما بارك